أهلا بيكم يا أصحابي. أنا تيا، والنهاردة جايبالكم قصة، مش أي قصة. تفتكروا الموت ممكن يكون له جناحين؟ الفراعنة حضرونا وقالوا الموت هيضرب بجناحيه كل اللي يزعج الملك. هل فعلا في لعنة حقيقية قتلت كل اللي فتحوا مقبرة توت عنخ آمون؟ ولا العلم عنده رأي تاني؟ أنا تيا، والنهاردة هنكشف السر اللي حير العالم. الحكاية بدأت من أكتر من 100 سنة، سنة 1922، لما عالم آثار شاطر جدا اسمه هوارد كارتر لقى بعد سنين تعب سلم مستخبي تحت الرمل في وادي الملوك، وبمجرد ما فتح الباب عينه شافت اللي محدش شافه. واو! جبال من الذهب، تماثيل بتلمع، وكنوز تخطف العقل لملك مصر الصغير. العالم كله اتجنن باللي شافه. بس الفرحة ما كملتش. فجأة بدأت تحصل حاجات غريبة ومخيفة. لورد كارنيفورن، الراجل اللي صرف على الرحلة، مات فجأة بسبب قرصة حشرة صغيرة جدا، وبعده بدأت سلسلة وفيات لناس تانية شاركوا في الاكتشاف. الجرايد في كل مكان كتبت بالخط العريض لعنة الفراعنة بدأت تنتقم. بس استنوا، هل الفراعنة فعلا بيتحكموا في القدر بعد آلاف السنين؟ العلم بيقول حاجة تانية خالص. المقابر دي لما بتفضل مقفولة العمر ده كله بيتكون جواها فطريات وبكتيريا مستخبية وسموم في الجو، وأي حد مناعته ضعيفة بيشم الهوا ده جسمه مش بيتحمل. والمفاجأة الأكبر بقى إن هوارد كارتر نفسه، الشخص اللي فتح المقبرة بإيده ودخل أول واحد، عاش حياة طويلة ومات موتة طبيعية جدا بعد 17 سنة. وده أكبر دليل إن الموضوع صدفة مش أكتر. النهاردة ملايين السياح بيدخلوا المقبرة وهم مطمنين وبيستمتعوا بعظمة أجدادنا. يبقى يا شطار، هل لسه مصدقين في اللعنة ولا العلم أقنعكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان مغامرتنا اللي جاية. باي باي.